بيراميدز وصل النهائي، بس ازاي فريق دخل فيه 7 اهداف في مباراتين هيقدر يصمد 90 دقيقة قدام سان داونز في حر جنوب افريقيا الساعة 3 العصر في بريتوريا، في ملعب غالبا هيبقى متقفل من جمهور سان داونز؟ مشكلة بيراميدز الكبيرة مش انه هيلاعب سان داونز في بريتوريا الساعة 3 العصر في جنوب افريقيا، المشكلة الكبيرة هي خط دفاعه. يعني اي حد بيدعم بيراميدز محتاج يسأل نفسه سؤال واضح جدا: هل هيقدر فيستون مايلي وابراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وبلاتي توريه ومروان حمدي لو اعتبرناه من اللعيبه المؤثرين في بيراميدز انهم يتغلبوا على احمد سامي واحمد الشناوي ومحمود مرعي وعلي جبر، الاربعه المدافعين وحارس مرماهم اللي استقبلوا 7 اهداف في مباراتين اتنين بس؟ المباراتين دول كانوا مش قدام فرقتين كبار جدا ولا بيمتلكوا سكواد عظيم. الفرقتين دول هم فاركو والبنك الاهلي، فرقتين منتصف جدول في الدوري المصري اللي بيصفوا البعض بانه هزيل. قدروا يسجلوا في بيراميدز 7 اهداف في مباراتين، 3 في مباراة فاركو و4 في مباراة البنك الاهلي. بعد ده كله انت اشتريت برضو فكرة ان بيراميدز بيمتلك اقوى سكواد في مصر وفي افريقيا من الاعلام اللي انا مش عارف ايه غرضه في انه يصدر بيراميدز في صورة بطل. هو فريق جيد وبيمتلك لاعبين جيدين وعنده طموح واضح ومشروع بالمناسبة، الا ان فكره انك تسقيلي بمعلقه فكره انه بطل دي فكره انا مش هقدر اشتريها. هو بيمتلك لاعبين جيدين، ولكن هل نقدر نقول انه بيمتلك سكواد هو الاعظم في القاره؟ سكواد يعني انا بمتلك قائمه متكامله، مش عندي خط ممتاز وخط متوسط وخط ضعيف. هل الفريق اللي بيمتلك اقوى سكواد في القاره يبقى حارس مرماه احمد الشناوي والاحتياطي بتاعه شريف اكرامي؟ رد على نفسك. هل الفريق اللي بيمتلك اقوى سكواد في القاره يبقى خط دفاعه الاساسي علي جبر واحمد سامي ومحمود مرعي؟ هل الفريق اللي بيمتلك اقوى سكواد في القاره يغيب عنه مهند لاشين اللاعب رقم 6 الاساسي بتاعه، فما يبقاش عنده بديل ليه جيد، ويكون البديل لمحمود عبد العاطي دونجا اللي قاعد على الدكه ومديره الفني نفسه مش واثق فيه انه يلعبه اساسي؟ وبسبب الجاب ده يدخل فيهم اهداف واضحه وصريحه وبتاذيهم على مستوى الترتيب في الدوري، وغالبا هتأذيهم قدام سان داونز. لو جينا نقارن بين سان داونز وبيراميدز هنشوف ان سان داونز بيمتلك احسن حارس في القاره، ويليامز بيلعب برجله كويس جدا، بيصد ضربات جزاء، بيقدر يصنع الفارق بتصديات اعجازيه في المباريات المهمه. في نفس الوقت اللي بيمتلك فيه بيراميدز حارس موهوب اسمه احمد الشناوي، ولكنه حارس ما عندوش شخصيه البطل. حارس تقدر تسأل عنه في النقطة دي الزملكاوية اللي كانوا بيعانوا من انه حارس موهوب ولكن في المباريات الكبيرة مش موجود، ما كانش بيكون مؤثر اطلاقا. في الوقت ده انت محتاج تفكر كويس وتراجع نفسك قبل ما تدعم بيراميدز. تقول سؤال واضح: هل فريق استقبل 7 اهداف في مباراتين ما قدرش يكسب غير الزمالك وبتروجيت وحرس الحدود في مرحلة حسم الدوري، قادر على انه يقهر صن داونز الفريق اللي كلنا بنعترف بقوته وقدراته الفنية وابداعه في الملعب في اخر 5 سنين على ارضه وبين جمهوره؟ لو هنتكلم على الذكاء الاداري فاكيد انت مش هتوصف اداره بيراميدز بانها اداره ذكيه. الاداره اللي تحط ضغط على فريقها ليله مباراة الذهاب في نهائي أكبر مسابقة في القارة بإنها تقدم شكوى في المحكمة الرياضية الدولية علشان توقف إعلان بطل الدوري، وهم عارفين إن الشق المستعجل فيها هيتم الإعلان عنه أو الفصل فيه ليلة مباراة النهائي أو مباراة الذهاب في النهائي. أنت بتحط نفسك تحت ضغط كبير. أنت لو ذكي كنت تقدر تعمل ده يوم الاثنين، تقدم الشكوى يوم الاثنين اللي جاي بحيث إن القرار بتاع المحكمة الدولية يصدر ليلة مباراة الأهلي النهائية أمام فاركو فتصدر الضغط للأهلي. أنت النهاردة لما اترفض الشق المستعجل من شكوتك حطيت الضغط على نفسك وعلى فريقك وعلى لعيبتك. وانت فين؟ انت في جنوب افريقيا قدام سان داونز الساعه 3 العصر. هل ده ذكاء اداري؟ وبعدين في الاخر جاي تقول لي ان ده فريق بطل وادارته بتسعى للحصول على بطولات؟ فكر. لو انت شايف ان بيراميدز فريق بطل حقيقي قول لي رايك وايه اسبابك.